في تطور جديد على صعيد المنتخب الألماني لكرة القدم، رد مدرب المنتخب الألماني جوليان ناغلسمان اليوم الأربعاء على تصريحات لاعب باير ليفركوزن إبراهيم مازا بخصوص اختياره تمثيل المنتخب الجزائري على حساب المانشافت. وفقا لما نقلته صحيفة بيلد الألمانية، كانت رسالة ناغلسمان واضحة خلال ندوة صحفية: عليك أن تكون فخورا بتمثيل بلدك. أريد فقط إقناع أولئك الذين أشعر بأنهم فعلا يلعبون من أجل ألمانيا. وخلال حديثه ضرب ناغلسمان أكثر من مرة على صدره تعبيرا عن الإحساس بالانتماء. وأضاف ناغلسمان في رده على تصريحات مازا: هو لاعب ممتاز ونحترم قراره، لكن مسألة المنتخب الوطني لا تتعلق بما إذا كنت أرغب في اللعب أو لا، بل بما إذا كنت فخورا بتمثيل بلدي أم لا. لا علاقة للأمر بمن يلعب موسيالا أو فيرتس، بل بالفخر بتمثيل بلدي. أشعل الوافد الجديد على منتخب الجزائر إلياس بن قارة حماس الجماهير الجزائرية على طريقة إبراهيم مازا في أول تصريحاته وتعليقاته بخصوص شعور حمل قميص الجزائر لأول مرة، وهو الذي اختار الدفاع عن ألوان بلده الأصلي في سن مبكرة جدا، أسوة بنجم نادي باير ليفركوزن وأمين شياخة نجم فايله الدنماركي حاليا. المدافع الفارع الطول ذو 18 عاما تم تصعيده للعب مع الفريق الأول لنادي بوروسيا دورتموند بعد أن لعب أدوارا محورية وقيادية مع مختلف الفئات السنية في النادي، وجرى تصنيفه في خانة المدافعين الواعدين في البوندسليغا وحتى المانشافت بحكم امتلاكه الجنسية الألمانية ومروره عبر المنتخبات السنية للمنتخب الألماني. ويحظى اللاعب بشعبية كبيرة وسط الجماهير الجزائرية رغم أنه لم يلعب مع المحترفين لحد الساعة، إذ حضر ضمن قائمة دورتموند في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وفي 4 مباريات بكأس العالم للأندية.